هنتكلم دلوقتي عن شروط عملية ليزك، الحالات المرشح ليها انها تعمل ليزك. اول نقطة ودي مهمة جدا ان انا ابقى لابس نظارة او بستخدم عدسات لاصقة عشان انا نظري ضعيف. ما يبقاش مثلا واحد عنده مية بيضة وجاي فاكر ان الليزك هيصلحها. في طرق تانية لاصلاحها نتداولها في فيديوهات بعد كده. ان يبقى عندي اي مرض في العين ده ممكن يعيق عملية الليزك. عملية الليزك هدفها الاساسي التخلص من النضارة والرؤية بجودة النضارة او افضل منها قليلا. تاني حاجة ان يكون ده بعد سن 18 سنة، لان اغلب الناس النظر بتاعها بيبتدي يثبت بعد سن 18 سنة. اهم شرط ان النظر يكون ثابت، يعني مش يوم عيد ميلادي 18 هاجي احتفل بيه في المركز واقول يلا نعمل عملية ليزك، لا، لازم يكون نظر ثابت. ان يكون ضعف الابصار في حدود من 10 ل 12 درجة، لان باختلاف الانواع بتاع التصحيح انا برفع من القرنية بسمك معين ما ينفعش ان انا اتجاوزه. فما يجيش حد ناقص 18 درجة ويبقى زعلان ان انا مش هعمل ليزك. انا ممكن هعمل له حلول تانية زي زراعة العدسات ودي هكلمكم عنها بالتفصيل. رابع حاجة ان الفحوصات تكون تسمح. اهم حاجة انا بعمل مقاس النظر بجهاز الكمبيوتر، وبعدين بعمل فحص لوحة العلامات بحيث ان انا اشوف قوة الابصار عندي، هل انا بتحسن لل6 ولا بتحسن اقل منها. ببتدي اعمل فحص لقاع العين، اشوف اطمن على الشبكية، على المركز الابصار بتاعي، ابتدي اشوف الجسم الزجاجي، اشوف عدسة العين، اشوف عمق الخزانة الامامية. بعمل كذا فحص. لو عديت الفحوصات دي كويس ببتدي اعمل فحوصات عملية الليزك. فحوصات عملية الليزك نفسها بيكون تصوير لقرنية العين بحاجة اسمها بنتاكام او اوربيسكان، بحيث ان انا بجيب خريطة للقرنية بتاعتي، اتأكد من سمك قرنية، من تحدب القرنية، القياسات بتاعتي نفسها، ان انا اعمل عملية ويكون في نسبة امان عالية. وفي حاجة احدث دلوقتي زي الزاي ويف، وده بيجيب لي جميع مشاكل القرنية بتاعتي. فبعمل الفحوصات دي عشان اطمن على القرنيه بتاعتي انها ما تضعفش بعد الليزك. خلاص انا فحص كويس، هدخل العمليه. في العمليه بتستلقي على ظهرك على جهاز الليزك، تبتدي الدكتور بيوجهك لنقطه خضراء بتبتدي تبص عليها. بنعمل الخطوات بتاعتنا بعد ما بنحط قطره مخدره، ودي بتخلينا ما نحسش باي الم نهائي، وبنكون صاحيين طول وقت العمليه اللي مش هتزيد ان شاء الله عن 5 دقائق بالكتير. العمليه انت بتقوم بالسلامه، بتحس ان في تشوش في الرؤية وممكن يكون في زغللة، دي بتستمر حوالي من 6 ل 8 ساعات. بعدها النظر بيبتدي بيتحسن تدريجي على مدار اليوم. على اخر اليوم احنا ان شاء الله بنبقى ممتازين خالص. من تاني يوم بقدر امارس حياتي بشكل طبيعي، انزل شغلي، اسوق عربيتي، ادخل المطبخ، اعمل اللي انا عايزه بحرية خالص. استنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.